بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عادل حامد، أمين مساعد حزب الحرية والعدالة في القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق. الموقف النهارده اللي احنا فيه دعت بعض القوى السياسية والأحزاب والائتلافات إلى وقفة أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين آراء مختلفة، منهم من اللي يقول عايزين توفيق أوضاع الجماعة، ومنهم يقول إن في ناس اعتدت علينا، ومنهم يعني في أكتر من سبب جمع الناس. لكن إحنا النهاردة إحنا موجودين في بيتنا، مقر جماعة الإخوان المسلمين ده بيتنا، وإحنا قاعدين في بيتنا. فلما حد يجي يقول لي أنت قاعد في بيتكم ليه؟ أقول له أنت يعني أنت اللي جاي هنا ليه؟ مش أنا اللي قاعد في بيتي ليه؟ فأنا قاعد في بيتي، وحمايتي واجب على الشرطة المصرية، وهي بتقوم بدورها دلوقتي فعلا. والناس اللي واقفه بتعرض النظام ده من حقهم، لكن مش من حق حد ابدا يعتدي على منشاه خاصه او عامه او على اي مواطن. بس ده ببساطه الموضوع كله. يعني احنا واقفين في بيتنا، وفي ناس جايه تتظاهر ترفع لافتات براحتهم، ده حقهم. لكن اللي مش حقهم ان هم يعتدوا علينا او على اي منشاه عامه او خاصه. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اولا احنا جايين هنا عشان ندافع عن مقر الإخوان المسلمين. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وعار على أي مسلم أن يعتدي على مقر لا يقول إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله، والله غايتنا والرسول زعيمنا والقرآن دستورنا والجهاد في سبيل الله أسمى أمانينا، والإسلام لا يدعو إلى غير ذلك، ونحن لا نقول إلا ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما نفعل وكل ما نقول. وأن من يحاربنا لا يفهم ولا يعي، ويعمي عليهم الإعلام دينهم، يخرجهم من النور إلى الظلمات. نحن نريد أن نخرج الناس من الظلمات إلى النور بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن والسنة. ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نحن لا نريد إلا الإسلام والشرع وتطبيق الشرع، والضرب على يد الفاسدين والمغرضين الذين رباهم الفاسق المخلوع حسني مبارك على مدى 30 سنة، على مدى 30 سنة يربوا في فاسدين، يربوا في مرتشين، يربوا في أعداء للدين. لقد عموا عليهم دينهم لدرجة أنهم لا يعرفون ما هي أسس وتعاليم الإسلام الذين يمشون بها في هذا الوقت وهذا العصر، ولا يسألون فقيها ولا يسألون عالما ولا يسألون مرشدا فيما يفعلون. يقولون بألسنتهم ما لا يعقلون. هم لا يعقلون الكلام الذي يتكلمون به. قالوا لو كنا نعقل، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا من أصحاب السعير. هم يتقولون بالكلام على ألسنتهم ولا يعبر الكلام عن طريق قلوبهم ولا عقولهم. أناس عزك الله هداهم الله يصلح حالهم. ونحن نحب كل المسلمين ونحب المسيحيين ونحب كل من يشاركنا في حكم وشريعة إسلامية سليمة صحيحة. هم لا يريدون ذلك، هم لا يفهمون ما يفعلون. الشيطان إبليس واليهود، معلش أنا آسف، وكل من عاد الإسلام يعمي على المسلمين المتأسلمين دينهم، لدرجة أنهم يحاربون المسلمين الذين هم على حق ويريدون شريعة الله ويدافعون عن دين الله وسنته فيما يمثلهم من الإخوان المسلمين. الإسلام عايز رجل معارك، الإسلام عايز رجل يفهم في الدين والسياسة، والسياسة هي جزء من الدين، السياسة هي جزء من الدين. فلابد أن يكون المسلم عنده الاثنين. أنا مش هعمل حاجة بدكتور ما عندوش دين، ومش هعمل حاجة بمهندس ما عندوش دين. أنا عايز دكتور عنده دين، ومهندس عنده دين، وضابط عنده دين، وأي حاجة عنده دين. فأنا بربي دكتور عنده دين، ومهندس عنده دين، وعالم عنده دين، وهم يجتمعون فيمثلون مجتمعا إسلامي. هذا هو هدف الإخوان المسلمين، أن يخرجوا للمسلمين من مصر رجل يفهم في الدين بمرجعية، يفهم في السياسة بمرجعية دينية. لابد أن يكون للمسلم
للمسلم مرجعية دينية يتكلم بها. إذا لم يتكلم بالكتاب والسنة أو قال لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم وتبرأ منه المسلمون. فيما تفكرون؟ ألا تعقلون؟